بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وإحنا طيبين مقدما لكل من يحتفل بذكرى عيد الميلاد المجيد ليلة 25 ديسمبر، وربنا يجعل كل أيامنا وليالينا أعياد. دلوقتي الأسبوع ده كان أسبوع الهري الممتاز، بدءا من المناقشات البيزنطية يوم الأحد إن يا ترى قطر اعتادت وسرقت فرحة العالم بتتويج ميسي والمنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لما الأمير تميم تجرأ ولبس أبو تيجو البشر الخليجي اللي هو يعني أصلا من أهم أنواع التكريم في الخليج العربي. ويعني يبدو ان البشت شكله هيبقى موضة والأرجنتينيين نفسهم فرحانين بالموضوع، بس احنا لسه بنهري وبنلت ونعجن فيه. طبعا عندنا الهري حول القرارات الاقتصادية والقرار المرتقب للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برفع الفايدة وتخفيض قيمة الجنيه للمرة الثالثة في 6 أشهر رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي. إلى الهري الأعظم في الأسبوع ده المتعلقة بقانون إدارة صندوق قناة السويس. وصراحة من الآخر أنا مش خبيرة، لكن كلمات مثل قناة السويس وصندوق إدارة موارد وأصول ومشاريع كلها بتجعلني أتحسس مسدسي الوهمي حرفيا، خاصة إحنا يعني في ذكرى أيام حرب 1956 والعدوان الثلاثي في الفترة ديت، فيعني it's very يعني وقت ممتاز يعني. وطبعا في الهري مؤخرا في آخر 48 ساعة عن قضية منة شلبي اللي أحيلت المحاكمة في أول يناير إن شاء الله. وعلى مستوى الدولي عندنا الهري المتعلق بإيلون ماسك وماذا سيفعل بشبكتي الاجتماعية المفضلة وهي تويتر، ربنا يهده يعني. وطبعا الخناقة ابن الأسرة الأسرة الملكية البريطانية المالكة مش عارفة الضال هاري وينسر وزوجته ميغان، مسلسلهم الوثائقي اللي أصبح أشهر مسلسل وثائقي ليه أعلى مشاهدة تاريخية على مستوى العالم طبقا لأرقام نتفليكس. المسلسل ده ضرب تايجر كينج. المهم في كل السرد أو اللت المختصر لهري الأسبوع، أنا طبعا سبت هرياية وطبعا انتوا يعني خمنتوها لأن هي موضوع الحلقة النهاردة، وهي وفاة رجل الأعمال الشهير محمد الأمين يوم 18 ديسمبر بعد صراع مع مرض السرطان في مستشفى السلام الدولي، حيث كان نقل من محبسه في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، اللي هو كان بيؤدي في عقوبة سجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض 7 فتيات قاصرات كن نازلات في دار أيتام أنشأها الأمين في محافظة بني سويف عام في مارس 2021. قبل ما نذكر السادة المستمعين بالجريمة الشنعاء ونفكرهم بيها، لأن يبدو الإعلام تناساها بمعنى الكلمة وتم تسهيفها، رغم أن هي شيء مش صغير بكل المقاييس، وشيء هو الراجل كان عنده المحاكمة كانت في يوم 28 يناير، كانت مفروض الجلسة بتاعة النقد، محكمة النقد ان هي تشوف يا ترى في إعادة محاكمة أو لأ، كانت يوم 28 يناير. وطبعا ده هو كان ليه الحق ان هو يطعن في هذا الحكم، لكن برضو القضية مهمة جدا ان يتم التسفيه معاها في الفترة دي في مصر، حيث تعاني المرأة والفتيات من ظلم شديد. المهم قبل ما نذكر الجريمة، الجزء دوت متعلق بمن هو رجل الأعمال محمد الأمين. رجل الأعمال محمد الأمين أصبح في الصيف 2011 هو رجل الإعلام بمعنى الكلمة، ميديا موجل بمعنى الكلمة، ميديا تايكون بطريقة احنا ما شفناهاش. حتى نجيب ساويرس نفسه ما كانش عنده
الليفل من أو الشيرز اللي كانت موجودة في الحاجات من القنوات والجرايد. فمن هو ذلك الرجل؟ It's very interesting. هو شيء مثير جدا. أولا مش معروف تاريخ ميلاد محمد الأمين، لكن هو ولد في محافظة بني سويف، تخرج من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. طبقا لما ذكر في الإعلام، محمد الأمين بدأ العمل في شركة مقاولات. وهنا بقى كنت عايزة أقول إن في خلط بين محمد الأمين وشركة الأمين البلاستيك اللي مشهورة بصناعة قواعد التواليت، عارفينها اللي هي كانت إعلاناتها زمان جيلي يفتكرها، كانوا بيجيبوا فيل واقف على الكابينيه علشان يثبتوا مدى صلابة قاعدة التواليت البلاستيك بتاعتهم، وإنه مش بيتكسر. مش عارفة إزاي، وأصلا جابوا الفيل ده منين؟ ده كان سؤال في دماغي دايما. يلا ما علينا. أظن الخلط ده جه من الحقيقة إن مرتضى منصور في آخر 10 سنين في الخناقة اللي كانت مع الله يرحمه بقى محمد الأمين، كان دايما بيقول له يا بتاع الكابينيهات، كما لو كان ده عيب. يعني هو أساسا ده الشيء ما يعيبوش أو يعيب أي شخص إن هو عنده شركة تصنيع بلاستيك للقواعد التواليتات، لا يعيب شخص. بس طبعا احنا عارفين مرتضى منصور. خلينا دلوقتي، لأن احنا هنرجع تاني لمرتضى، بس خلينا دلوقتي. الفكرة ان شركة الأمين للبلاستيك تم تأسيسها عام 1978، وقت ما كان محمد الأمين أصلا شغال في الكويت، طبقا للإعلامي خيري رمضان اللي قال يوم الثلاثاء في برنامجه على قناة القاهرة والناس انه التقى الأمين في الكويت سنة 77، حيث أنشأ كان شركة للبنية التحتية. وقال إن أصلا الأمين كان ابتدى كاريره أو شغله في العراق، بس أصله هو خسر كل فلوسه في الحرب. حرب إيه معرفش، لأن الحرب العراقية الإيرانية اللي هي مفروض هو يعني I think إن هو كان بيشير ليها أو بيشير ليها، كان سنة 1980. وعلى فكرة كان الناس ما خسرتش فلوسها قوي، يعني كانت الفترة بين حرب الخليج، لا هي كانت الحرب الخليج الأولى كانت العراق متنغنغة فيها. على أي حال، طبقا لموسوعة المعرفة على الإنترنت، عاد محمد الأمين لمصر لينشئ شركة استصلاح أراضي في عام 2002، ثم في 2005 دخل كشريك لرجل الأعمال منصور عامر في عامر جروب اللي هي مشاريع بورتو. وحتى هذه اللحظة في 2005 لم يكن اسم محمد الأمين معروف قوي للناس اللي خارج المجال، حتى أن أتت عام 2011 وثورة يناير المجيدة، وكل سنة وانتم طيبين مقدما، وألف رحمة ونور على أرواح شهدائنا فيها. فجأة في يوليو 2011 ظهر اسم محمد الأمين كرجل إعلام، حيث أنشأ قناة CBC أو شبكة CBC اللي هي كانت ابتدت بقناة CBC وبعد كده دخلت كذا قناة. وبعدين في سبتمبر 2011 استحوذ على 85% من شبكة النهار، ثم استحوذ على شبكة مودرن تي في اللي كانت مشهورة جدا من مالكها وليد دعبس. على فكرة وليد دعبس ده كان العدو التاني بتاع مرتضى منصور، يعني يمكن الخناقة كانت كده سنة 2013. وده الإعلام المرئي. احنا بنتكلم عن تقريبا المجمل بتاع القنوات اللي كان هو يمتلكها 14 قناة تلفزيونية. أنشأ وأصدر محمد الأمين جريدة الوطن اليومية، مش أسبوعية، يومية، عام 2011. وطلع إنه ليه نصيب أو مساهمات في جرايد أخرى مثل جريدة الفجر اللي طلع إن هو كان يمتلك فيها النصيب الأكبر، واليوم السابع، إلا إن هو باع نصيبه في اليوم السابع سنة 2013. محمد الأمين برضو اشترى وكالة أنباء العربية أو Arab News Agency من ورثة رجل الأعمال الكويتي محمد الخرافي في القاهرة عام 2012. على فكرة القناة دي، الوكالة دي شغالة، وهي بتفتخر إن هي تمتلك مكتبة ضخمة تحتوي أكثر من 13,000 ساعة من الأفلام الوثائقية التاريخية التي تخص القضايا المصرية والعالم العربي. هي already based in Cairo، هي في القاهرة.
وشغاله طبعا لما تخش على الاعلانات بتاع الاوفيشال ويب سايت بتاعها، هتشوف القنوات اللي هي يعني بتخدمها في مصر، منهم بي بي سي، تلفزيون دولة الكويت، طبعا حاجات المتحدة، سكاي نيوز ارابيا، الحرة، يعني رشا توداي، يوروفيجن، حاجة كبيرة. كل ده عملوه محمد الأمين في الفترة بين 2011 2013. السؤال اللي كان بيدور في كل تلك السنوات: من أين أتت هذه الأموال للأمين الذي كان خارج الوسط الإعلامي بمعنى الكلمة؟ الإشاعة اللي كانت منتشرة في أرجاء مدينة الإنتاج الإعلامي إن ده كان توظيف أموال لرجال أعمال كويتيين، وإن في فلول من رجال أعمال مبارك. يعني كانت اوريدي في شائعات كتير، ومنطقي لأن الراجل ما كانش معروف هو مين. الإعلامي خيري رمضان قال في برنامجه من يومين إن في 2011 عندما توجه الأمين نحو الإعلام، ذهبنا إلى أحد أجهزة الدولة الكبرى وعرض الأمين جميع حساباته وأمواله من أجل إنشاء سي بي سي. طبعا دوت قبل يوليو 2011 اللي هو إطلاق القناة. كانت قناة واحدة وليست إمبراطورية إعلامية في خلال 3 سنوات. دي كانت أول نجمة تواجهنا في موضوع محمد الأمين. ده بقى هنشوف اللي حصل في 2013 قبل برضو ما نخش للقضية بتاعتنا. في يوليو 2013 أطلق صندوق دعم مصر، اللي هو الصندوق اللي قبل تحيا مصر، وكان مخصص لتطوير العشوائيات. محمد الأمين كان عضو مجلس إدارة. في يونيو 2014 أعلن رجل الإعلام محمد الأمين أنه متبرع بالنصف ما يمتلك من مبالغ مادية وعينية وأسهم في شركاته لصالح مصر. وصراحة لم نعلم تحديدا قد إيه النص ده أو قد إيه ثروته اللي هو أعلن أنه هو متبرع بيها للدولة أو لمصر نفسها. في ديسمبر 2014 تم إنشاء صندوق تحيا مصر، وكان الأمين من ضمن الأعضاء مجلس الإدارة اللي تم تعيينهم بقرار جمهوري مع ناس زي علي جمعة ونجيب ساويرس وباسل الباس. في أكتوبر 2015 نشرت الجريدة الرسمية قرار بإنشاء وضم غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع إلى اتحاد الصناعات، وكان محمد الأمين بيرأسها، وأعضائها كانوا من مالكي القنوات التلفزيونية. ومن هنا ابتدى صراع مرير بينه وبين مرتضى منصور، أو هي كانت أساسا الخناقة بين مرتضى منصور والغرفة ومحمد الأمين اللي كان بيرأسها، بسبب التعليقات اللي في البرامج الرياضية صراحة، مش أي حاجة. وبدأت الغرفة في آخرة الشتايم اللي كانت بيتلقاها محمد الأمين أمرت بمنع مرتضى منصور. أنا مش عارفة إمتى بالظبط، وعينك ما تشوف إلا النور. وكانت في سيل من الشتايم والسباب من مرتضى، وابتدى صراع قضائي بين الأمين ومحاميه طارق جميل عزيز ومرتضى منصور. الأسباب الظاهرية زي ما أنا قلت كانت إنه هو كان متغاظ من تغطية البرامج الرياضية لنادي الزمالك في شبكة القنوات اللي كان يمتلكها محمد الأمين، وكمان برنامج الولية القبيحة قبل فهيتة العروسة. وهنا بقى احنا بنتكلم من احنا قلنا امتى، من 2015. من 2015 وانت طالع لفوق هتلاقي فيديوهات قد كده من مرتضى منصور شتيمة. في فبراير 2016 انه يمتلك كامل يشمل كل المعلومات عن الأمين وسنين الكويت، وكمان هدد أصحاب جميع القنوات اللي موجودة في الغرفة قائلا إن هناك شخص ما منهم أحب فتاة صغيرة، وهي كانت ابنة أحد صديقات هذا الشخص في فترة الجامعة، بالإضافة إلى أشخاص، شخص واحد من يتزوجون من فتيات قاصرات بأوراق عرفية.
وطبعا السؤال هنا للأستاذ مرتضى منصور، طالما حضرتك كنت تمتلك تلك السيديهات التي تثبت وقوع جرائم سواء مالية سواء أخلاقية، لماذا لم تقدمها إلى النائب العام في تلك الفترة؟ whatever، ما علينا. الفترة الجاية هتبقى في الفترة بتاعة تغير المشهد الإعلامي أو المسيطر على المشهد الإعلامي بعد ما كان محمد الأمين ومجموعته التي أصبح اسمها مجموعة المستقبل للإعلام فيوتشر ميديا. وكان على فكرة بنته منى الأمين كانت هي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي. دلوقتي في أكتوبر 2017 الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات تم الإعلان أنها اشترت 51% من شبكة فيوتشر ميديا. وطبقا للمصري اليوم لمصدر مجهول فيها قالوا أصلا هي اشتريتها بمليار ومليون، ما حدش عارف أصلا، وتقريبا المصدر اتشال أو الخبر نفسه اتشال في يونيو 2017. أنا أسفة، اللي هي الترتيب قبل أكتوبر كانت في يونيو 2017 جريدة المال أعلنت عن صفقة لشراء 25 مليون سهم في مجموعة المستقبل للإعلام اللي هي فيوتشر ميديا. هي اوريدي كانت نازلة في البورصة. وقتها كانوا أعلنوا إن هي تم شرائها على مرتين، اللي هي الأسهم يعني اتقسمت. وقتها طبقا الجريدة الكويتية، محمد الأمين اتقال إن هو يمتلك 49% من الأسهم في المجموعة. وبعدين تم في أكتوبر 2017 تم الإعلان إن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات اشترت 51% من شبكة فيوتشر ميديا. وكانت على فكرة هي كانت اشترت كمان معاها جزء من مجموعة النهار، بس لسبب ما فشلت الصفقة، لكن استمرت مع فيوتشر ميديا اللي هي محمد الأمين. وبعدين في أكتوبر 2018 تم الإعلان على الصفقة بين المجموعة المصرية للإعلام اللي هي كانت قبل المتحدة للخدمات الإعلامية، وقالت إن هي اشترت 51% من الأسهم من المستقبل. مش عارفة هل هم 51% بتوع المتحدة للطباعة والنشر ولا لأ، يعني هي في لخبطة شوية في الأسهم وفي كده هو. بس كان وقتها الجرايد قالت إن اوريدي كانت المجموعة المصرية للإعلام كانت تمتلك 30% من الأسهم. وظهرت صورة محمد الأمين وهو بيشيك هاند مع تامر مرسي، وتقريبا كمان لو كان بيسلموا اللي هي ريادة الإعلام من الميديا موجل اللي كان مسيطر عليها في الفترة اللي فاتت للميديا موجل اللي هو سيطر عليها إلى فترة ما. ومحمد الأمين اختفى إلى حد ما وحل محله تامر مرسي. ثم المرسي كمان زي ما احنا عارفين تم شركة المتحدة للخدمات اتغير اللي هي الإدارة فيها، وكان حسن عبد الله، وبعد كده بقت هي المتحدة للإعلام هي اللي في الصورة نفسها، ما فيش شخص محدد. واختفى إلى حد ما محمد الأمين من الساحة الإعلامية إلى أن جاء أول أسبوع في 2022. في اليوم 7 من شهر يناير 2022، فاكرة بالظبط الوقت بالليل، اتفاجئنا جميعا ببريكنج نيوز عاجل. ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رجل الأعمال الشهير محمد الأمين من فيلته في القاهرة بتهمة الإتجار بالبشر وممارسة أعمال يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات في دار للأيتام كان قام بتأسيسها في محافظة بني السويف في شهر مارس 2021. وهنا كانت المفاجأة الكبرى، الكامباك اللي محدش لم يكن يتوقعها.
وكان أنا فاكرة أول أسبوع وكله متكتك في البيوت، وفجأة نزل الخبر بالليالي والدنيا اتقلبت وقتها. يعني أصل هي مش تهمة صغيرة، احنا بنتكلم على إتجار في البشر وبنات في دار للأيتام. يعني it's like يعني الليفل، ما شفتش حاجة أوسخ من كده. أنا آسفة في اللفظ، يعني مش هقول لك أوطى من كده لكن أوسخ، يعني حاجة ليفل إجرام عالمي. الخبر قال إن في بلاغ راح للأمن إن هو ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون في دار الأيتام، وإن الدار الأيتام دي اسمها، دي بقى لسخرية القدر، الأيدي الأمينة. هي طبعا هو جاية من اسمه الأمين، بس طبعا الأيدي الأمينة وتحصل جرائم زي دي صعب جدا. في يوم 8 يناير صدر قرار النيابة بحبسه 4 أيام، وكان يوم 8 يناير هو بقى يعني كان هو حديث المدينة بصوت الله يرحمه مفيد فوزي. في اليوم ده أنا فاكرة كويس، وبرامج التلفزيون، التوك شو، والمواقع الإخبارية اللي دلوقتي بتترحم عليه وبتذكر محاسنه عرضت مصايب وأهوال وحاجات بشعة. والوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القبقاش طلعت في، يعني عملت تور كده هوت على برنامج نشأة الديه، على برنامج أحمد موسى، بتدافع عن نفسها طبعا، لأن كان ظهرت صورها في افتتاح الدار في مارس على صفحة الوزارة الرسمية في الفيسبوك، بس هي اتشالت بعديها بكام ساعة، ولكن الأرشيف الصحفي لازال موجود، ولا تزال البوست بتاع افتتاح لدار أيتام الأيدي الأمينة في بني سويف مع محمد الأمين كجزء من مجمع الأمين الخيري في المحافظة موجودة على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء المصرية حتى هذه اللحظة. بصراحة أنا مش عارفة ليه، يعني بجد اللي يشوف التغطية اللي كان فيها الموضوع في 8 يناير وبعد كده يشوف الحاجات اللي نزلت عنه الأسبوع دوت، يعني مش عارفة بقى، يعني محاسن الحلو ناقص تقول، يعني كفاية بقى يا جماعة كفاية. المهم، الجدير بالذكر ان في يوم 8 يناير وزارة التضامن الاجتماعي نزلت بيان ان هي قفلت الدار بعد ورود حدوث انتهاكات، وان هي حققت وبعتت لجنة، وان هي ارسلت الفتيات لدار اخرى. نيفين القبقاش طلعت زي ما انا قلت مع احمد موسى ونشأة الديه تقول ان بعد قرارها لنقل الفتيات واغلاق دار الايتام حاول يتصل بيها على تليفونها الشخصي او الموبايل بتاعها محمد الامين، بس هي ما ردتش عليه. طبعا هي القبقاش كان عليها هجوم بشع وقتها. في نفس اليوم مرتضى منصور نزل فيديو تحت عنوان لينصرنك ربك ولو بعد حين، وفي الفيديو كومبايليشن لشتيمة محمد الأمين وتهديدات مرتضى منصور بضربه بالجزمة في الفيديو. ويعني الفيديو كان تقريبا نموذج للميم الشهير لكابتن طارق يحيى، أنا ربنا نصرني. وطبعا السؤال الأزلي يا أستاذ مرتضى، طالما حضرتك تعلم كم الفساد الهائل اللي ارتكبه محمد الأمين، لماذا لم تتقدم بما تملكه من مستندات وسيديهات للنائب العام قبل ذلك من عام 2016؟ وطبعا دي أسئلة يعني أنا مش عارفة، أسئلة الله أعلم. المهم اليوم ده ليه أنا فاكراه حلو؟ لأن كمان في أهم واحد من اللعب، مش هقول أهم واحد، لكن اللعب دور أساسي في توصيل القضية لمكتب النائب العام وفتح القضية bringing محمد الأمين داون حرفيا. طلع يتكلم وهو الأستاذ رامي الجبالي. رامي الجبالي هو مؤسس مبادرة وصفحة أطفال مفقودة على الفيسبوك، والصفحة دي طبعا أطلقها من 7 سنين وأصبحت أشهر وأكبر صفحة
بتعمل على العثور على الأطفال المفقودة وكمان على العائلات المفقودة، مش بس على مستوى مصر لكن على مستوى العالم العربي. طبعا احنا لسه فاكرين ان الاسبوع اللي فات كان عمل هيدلاينز كبيرة جدا في الاعلام لما نجح في العثور على سيدة كان ابنها الأردني، هي سيدة مصرية، ابنها الأردني كان بيبحث عنها بعد ما أبوه منه لله قال له إن هي توفت من 40 سنة، وكان لم شمل جميل جدا وحاجة تطير فوق كده. رامي جبالي بصراحة هي دي كانت أول مرة أعرف إنه هو الرجل وراء هذه الصفحة الشهيرة من خلال هذه القضية. الحق يقال، على الرغم هو صفحة بتلعب دور مهم ومن أكتر الصفحات فايرل على مستوى مصر، إلا إنه بصراحة أنا مش شايفة له وجود زي نشطاء تانيين الحق يقال في مجالات تانية خيرية، وده لا ينقص منها يعني تلك من مجموعة النشطاء دول، لكن الحق يقال يعني هو مثلا مش معروف قوي. المهم طلع في صفحة أطفال مفقودة مع الصحفية جهاد عباس يتكلم عن القضية دي، ولأول مرة نعرف التفاصيل بتاعتها. طبقا لكلام رامي، هو أولا أنا عايزة أقول حاجة، رامي جبالي اوريدي كان في ال7 سنين دولت حقق نجاحات كبيرة جدا في العثور مش بس على أطفال مفقودة وعائلات مفقودة، لكن كمان نجح إنه هو يبلغ على كمية مش صغيرة جدا عن انتهاكات بتحدث في دور رعاية الأطفال وملاجئ الأيتام في مصر بمساعدة خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة. النجاحات دي خلت إن هو يبقى عنده اتصال بخط النجدة من مكتب المجلس القومي للطفولة للأمومة والطفولة، دايما بتلخبط فيه اسم طويل قوي أصلا، وكمان بقى عنده كونتاكتس أو يعني اتصال أكتر بمكتب النائب العام، يعني هو بقى عارف إزاي يتصرف. ومن ناحية تانية كمان بقى عنده كونتاكتس في وزارة التضامن الاجتماعي. وزارة التضامن الاجتماعي للذي لا يعلم هي المسؤولة عن دور الرعاية والملاجئ في مصر. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم على ان دور الرعاية للأسف في مصر محتاجة يعني مش مجرد تغيير، دي ثورة من تحت لفوق ومن فوق لتحت، وانسف تخلص من حمامك القضيب صراحة. يعني أنا في رأيي إحنا محتاجين حاجة زي التشايلد سيرفيس وقوانين أحسن عشان تحمي الأطفال في دور الرعاية اللي هي أصبحت يعني الداخل مفقود. على فكرة ده من زمان، من أيام العصر الملكي. يعني عايزين حاجة توضح، ارجعوا الأفلام زمان الأبيض وأسود وإزاي بيتم ازاي بيتم يعني كان بيتم تصوير دور الرعاية. وكمان احنا عندنا مذكرات ناس مشاهير زي الفجومي الله يرحمه. انا على فكرة دلوقتي بهري ولالت في حاجة بعيدة والموضوع بيبهوى. المهم انا هرجع تاني لرامي الجبالي، ربنا معاه ويكرمه كمان على الخير اللي بيعمله. أكيد إن شاء الله بإذن الله ربنا هيوقف لولاد الحلال زي ما هو وقف لأطفال كتير. دلوقتي طبقا اللايف ستريم بتاع الجبالي اللي هو كان 1.5 ساعة وكان طويل، هو كان أول واحد تحرك وقدم بلاغ لنجدة الطفل كمان لمكتب النائب العام. الموضوع وصل له أصلا من 1.5 شهر، يعني تقريبا من نوفمبر 21، عن طريق ويسل بلورز أو مسربي معلومات في وزارة التضامن الاجتماعي من موظفين فشلوا إنهم يعملوا حاجة. وأيوة طلع إن الموظفين بيبعتوله معلومات as leaks و as whistleblowers، لأن surprise مفاجأة كبيرة، الموظفين ساعات بيفشلوا وهم اللي مفروض يعملوا supervision على دور الرعاية في مصر، أو إن هي بيعملوا رقابة على دور الرعاية في مصر، إلا إنهم بيفشلوا ساعات كتيرة في إحداث تغيير إيجابي للأطفال.
فبيبلغوه علشان هو يبلغ النائب العام، خوفا، خلوا بالكم، خوفا من ان هما يعني يحصل لهم حاجه. قالوا له ان في 3 فتيات قُصّر أعمارهم 18 17 13 سنة بيتعرضوا لتحرش لحد الانتهاك في دار رعاية موجودة في بني سويف، وادوا نمرة البنات لرامي عشان يتأكد، وكمان هو اتأكد عن طريق أم بديلة في الدار، وكمان وصل له تقارير طبية مستقلة تتكلم عن هتك عرض الفتيات واضطراب إصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة PTSD. البنات كلموا رامي قالوا له إن هما سافروا الساحل الشمالي وقعدوا في منزل محمد الأمين، وبعتوا له صور وهما لابسين ملابس فاتحة طبقا ليه revealing clothes مثلا زي الهوت شورتس والمايوهات، في اختراق كامل للوائح ونظم دور الرعاية في مصر. يعني أبسطها إن هو لازم يبقى فيه مشرفة معاهم، ولازم بإذن من الوزارة تقريبا. قدموا فيديوهات للجبالي، هو قال إنه قدمها بدوره للنيابة. الفيديو كان فيه تفاصيل صادمة ومعلومات أول مرة أعرفها عن لوائح ونظم الرعاية في مصر، وفي كلام قال إن في بنات تانية بتعاني من تبول لا إرادي يعني كنتيجة لهتك عرض. المهم أنا هحط اللينك للفيديو. في يوم اليوم دوت تاني كان يوم 8 يناير، ولازلت فاكراه ذروة الكفرج، أو هي كانت ذروة بداية الحقه ده محمد الأمين اتقبض عليه. وبعد كده احنا ابتدينا بقى اللي هي في النظام ايه، اقرا اعترافات محمد الأمين. طبعا انت تقرا الاعترافات، هي مش اعترافات، هي أقواله قدام النيابة اللي هي ليكد للإعلام، وطبعا هو بينكر كل هذه الاتهامات، رغم ان هو اعترف انه هو مثلا عزمهم على بيته او سفرهم للساحل الشمالي عشان ان هم اطفال وان هم عليهم حق يستمتعوا بالمصيف، بس يعني راجل كبير مع بنات صغيرة. هي بنات صغيرة مش اطفال، هي بنات مراهقات. وعلى فكرة أنا عايزة هنا ألفت النظر لكلام الإعلامي خيري رمضان في حلقة برنامجه على القاهرة والناس، لما قال أنا كنت بقابل محمد الأمين مع أولاد دار الأيتام وكان بيستقبلهم في منزله مع أبنائه وأسرته جميع الوقت، وعندما اصطحبهم إلى الساحل سألته أخدتهم معاك ليه؟ رد عليا هم ملهمش حق يعيشوا زينا. أنا بس عايزة أقول حاجة، مع احترامي الشديد لخيري رمضان وعلاقته الطويلة مع محمد الأمين، بس هم ما كانوش أولاد، كانوا بنات. وعلى فكرة كان في اختراق لقوانين ونظم ولوائح، أنا أسفة هي مش قوانين، لوائح وزارة التضامن الاجتماعي اللي هي لوائح دور الرعاية في الموضوع ده. البنات ما كانتش مفروض تسافر، مع احترامي الشديد. الكلام دوت شرحه رامي الجبالي. لو كان هو عايز يسافر معلش كان ممكن يخلي مثلا بدل ما يسفرهم معاه كان يسفر مثلا المرشدات او انا اسفه الامهات البديله والمشرفات، ويقعدهم في الشاليه او البيت مع بناته، بس هو ما يبقاش موجود. يعني انا مش عارفه انا بتكلم في ايه، يعني ده اقل حاجه. دلوقتي انا هقف هنا، وان شاء الله هيبقى في جزء تاني، وما تخافوش انا مش هبقى مياس زي كل مره واضحك عليكم وما اسجلهاش، لان انا هوقف بس هنا اهوت عشان الوقت، لان انا عارفه ان انا اتكلمت كتير، لان الجزء التاني هيبقى عن قرار الاحاله. قرار الاحاله ده فيه زبد القضيه وفيه كل حاجه في القضيه. وبعد كده عندنا المحاكمه اللي كانت فيها بلاوي سيرك كالعاده، وهنكمل بقية القصة دي وبقية القضية. وأنا في رأيي حاجة، أنا ما عنديش يعني مع احترامي الشديد، هو دلوقتي محمد الأمين رحمة الله عليه الله يرحمه بقى، بين أيادي الله، بين
قاضي القضاة، بس في حاجات وقائع حصلت يجب ذكرها، وكان يجب ذكرها أصلا في النعي الصحفي اللي مكتوب والبروفايلز اللي كانت بتنزل عنه، ولم يحدث هذا، على الرغم إن هقول إيه يعني في شيء، يعني إحنا داخلين على سنة، كمان أسبوعين هنبقى سنة، كانت نفس الصحف ونفس القنوات ونفس المذيعين كانوا بيهاجموا الراجل. هكمل معاكم ان شاء الله الحلقه الجايه. انا بس هعمل هنا ستوب وهسجل والله التانية. انا سهرانه دلوقتي مش هنام، معرفش عندي شغل قد كده وحاجات قد كده اليوم بكره، وعندي مشاوير وعندي حاجات، بس ان شاء الله هعملها باذن الله، لان اوريدي انا كنت عامله السكريبت وموضباه وزودت عليه حاجات، يعني الهري واللت والعجن بتاعي المعتاد. اوكي، وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح، ونكمل ان شاء الله في الجزء الثاني.